خطواتي. كل خطوة بنمشيها في حياتنا خطوة جديدة بنتعلم منها. مهما وقعنا وتعبنا بنرجع نقف تاني على رجلينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست خطواتي. عنوان حلقتنا النهاردة السوشيال ميديا وغسيل المخ. لو لاحظت هتلاقي ان السوشيال ميديا بتعمل لنا غسيل مخ. دايما تديك احساس ان انت في حاجة ناقصاك، في حاجة انت محتاجها. دايما بتحسسنا ان احنا مش كاملين او مش مبسوطين، تحسسك ان انت لو ما عملتش النقطة دي يبقى انت مش مبسوط. تعال بص على الفيديوهات اللي موجودة، هتلاقي دايما جايب لك صورة الناس اللي بتصحى الصبح تشرب القهوة بتاعتها، تنزل تلعب رياضة، تلبس وتروح شغلها وهي مبسوطة وسعيدة. وان لما يروح شغله ده يبقى في مكتب كبير مكيف قدامه اللابتوب بتاعه وحاجة كده زي الافلام. بس الواقع مش كده. الواقع ان في ناس بتنزل تشتغل في الارض، ناس حرفيين، عمال، موظفين. الناس دي ليها قيمتها، الناس دي من غيرها احنا ما نعرفش نعيش. الوظائف عموما بتكمل بعض. ففيلم او غسيل مخ ان انت لازم تبقى شغال في مكتب مكيف، قاعد بتشرب القهوة بتاعتك. الافلام اللي بيحطوها لنا دي مش حقيقي. دي دايما بيحسسك بالفشل. هو مش معنى ان انا شغال شغلة بسيطة يبقى انا فاشل، بالعكس. نجاحي الحقيقي هو ان انا اشتغل بضمير وان انا اثبت نفسي في اللي انا بعمله حتى لو حاجة بسيطة. لكن السوشيال ميديا دايما بتعمم فكرة المدير، المكتب، التكييف، الكارير لازم تكبر. طب يا جماعة، اكبر ازاي في وظيفة؟ اترقى يعني؟ طب لو نجحت فيها واثبتت نفسي ان انا انسان ناجح فيها زي مدرس طلع طلاب ناجحين، هل هو كده فاشل عشان ما ترقاش وبقى مدير المدرسة؟ لا. ما ينفعش نسمح للسوشيال ميديا ان هي تلعب في دماغنا بنقطة ان انت لازم تبقى ماشي في فريم معين. ده مش صح. ولازم كمان احنا نظرتنا تختلف. الكارير هو ان انا اعمل شغلي بامانة، وان احنا كوظايف بنكمل بعض. انا ما اقدرش اعيش من غير الميكانيكي بتاع الخضار، عامل النظافة، الناس دي كلها اللي شغالة في الارض، الحرفيين، السباك، النجار. هو مش لازم يبقى عنده مكتب النجار. فبلاش فكرة ان السوشيال ميديا تلعب في النقطة دي. خلي بالك هي بتضغطك. ولو لاحظتوا ان شباب كتير بترفض تشتغل بس عشان السوشيال ميديا قالت لهم لو ما اشتغلتش في مكتب مكيف وقمت الصبح خدت الكوفي بتاعك انت هتبقى فاشل. لا، ده مش صح. الشغل الحقيقي ان انا لو اشتغلت اي حاجة هو ان انا هحقق نفسي وانجح فيها. مش لازم الفريم اللي هو مكتب، تكييف، عربية، الافلام الاجنبي اللي معيشنا فيها. تعالوا بقى اقول لكم النقطة اللي هتجنني: الستات والسوشيال ميديا. يا لهوي! تيجي بقى الست من دول تشوف صور صاحباتها وهم منزلين هدايا عيد الحب، ده كان يوم اسود، وتيجي تقول لك الحقي جوزي ما جابليش هديه في عيد الحب، مش بيحبني، انا عايزه اتطلق. بجد انا شفت ناس كده، يعني عماله تقارن نفسها بالستات اللي نزلوا صور لهدايا جوزها جابها لها. وفعلا في واحده كانت هتطلق بسبب الموضوع ده. انتوا متخيلين؟ جوزي ما جابليش هديه، كل الناس اتجاب لها اللي انا، ليه بيعمل معايا كده؟ هي ما تعرفش ان الصور دي حاجه من الاتنين: يا اما مزيفه، وده انا اعرف ناس يوم عيد الحب جابوا صور من على النت ونزلوها على اساس ان هي هدايا جوازهم جابها لهم، او دول 1% من باقي الستات مصر اللي جوازهم مش بيجيبوا لهم حاجه في عيد الحب. ده مش بس عيد الحب، ده في العموم. الستات طالعه في ترندات كده غريبه، تركيب ضوافر مش عارفه اسمها ايه، نعمل شعرنا ستايل مش عارفه ايه، البيت يبقى شكله ايه، حاجات كده غريبه.
بتحسسهم ان هم عندهم مشكلة، بس دي مش مشكلة. هي المشكلة ان احنا مركزين قوي مع السوشيال ميديا ومع الحاجات اللي مش حقيقي ودي فيك. وانا بقول لكم وانتم متأكدين ان كل ده فيك. تعالوا كده بصوا على الفنانين اللي حياتهم معظمها على السوشيال ميديا، تلاقيهم سنة سنتين whatever، تلاقيهم بعد كده اتطلقوا. يبقى الحب ده مش حقيقي، الحب ده فيك. فبلاش نركب الترند او نقول يلا بينا دلوقتي طالع موضة اركب مش عارفة ايه، بيتي يبقى عامل ازاي، الحياة تبقى عاملة ازاي. يا جماعة يا ستات، ارجوكم ما تصدقوش اللي موجود على السوشيال ميديا. محدش بيحط صورته وهو منكوش، ولا وهي بتعيط، ولا وهي عيانة. فوقوا شوية واعرفوا ان معظم الصور دي مش حقيقي، دي لحظة مش حياتهم. فبلاش تقارنوا نفسكم بيهم، لان انتوا مش هتعرفوا تعملوا، ولو عملتوا هتبقى في مشاكل. مشاكل لان انا النهارده واخده جوزي او الحياه اللي انا عايشاها في سيستم معين ماشي عليه، فلازم اسيستم نفسي انا كمان. مش فلان عمل يبقى انا كمان اعمل، فلانه مش عارفه لبست ايه يبقى انا كمان البس، لا. ده كل ده عشان السوشيال ميديا تعمل لك غسيل مخ. انتوا عارفين ان في شركات اللي هي بتعمل اعلانات دي في التسويق بيشتغل على فكرة ان لازم يحسسك انت محتاج المنتج بتاعه. يعني انا مثلا من غير المنتج ده ممكن اموت، ده دايما يديك الاحساس ده، او انا في حاجة مش مظبوطة فيا. فخلي بالكم، لو الناس اللي بتدرس تسويق الماركتينج هتعرف ان دايما في التسويق بيركز على النقطة دي، نقطة الاحتياج. فالسوشيال ميديا هي كمان مدفوع لها عشان دي دايما تحسسك ان انت محتاج. فيا ستات، رجاء، رجاء مهم، بلاش تضغطوا على الرجالة ونحسسهم ان هما في حاجة ناقصة. لا، لو في حاجات ناقصة في حياتكم دي حاجة تانية، لكن انا بتكلم بلاش بقى نقعد نقارن فلانة جوزها جاب لها، جوزها سفرها، جوزها لبسها، جوزها عمل لها، وانا محتاجة انا كمان. لا يا جماعة، بأمانة بأمانة، وانتوا عارفين ان الكلام ده صح، كل ده فيك، دي مش حقيقي. محدش بيحط خيبته على النت يا جماعة من الآخر. ف يعني ركزوا شوية قوي في النقطة دي. يعني بأمارة التسويق وانت كده بعربيتك او راكب مشروع او ميكروباص على البحر كده او على الكوبري او whatever، بتلاقي اعلانات. دي بقى بتشلنا انا شخصيا، طول ما انا ماشية الاقي اعلانات لاكل، وشاشات كبيرة قوي، شاشة عارف تخش في عينك كده. ايه بقى الاعلانات دي؟ معظمها اكل، مشويات، وجبات، فراخ، مش عارفة ايه. انا كنت في يوم راجع انا وبنتي بالليل من كنا في مشوار، فالاعلانات بقى اكل. فبنتي كانت جعانة، يعني رايحين خلاص خلصنا المشوار ومروحين نتعشى، فبتقولي ما تيجي نجيب فرخة مشوية نتعشى بيها، بصي الفراخ شكلها عامل ازاي، ولا تعالي نجيب وجبة. انا صراحة انا شخصية هيلسي، يعني ما بحبش اكل بره عشان صحتي، وعشان انت عارف اكل بره مش يعني مش حلو. فلاحظتوا بنتي اصلا بتتعشى ايه في الطبيعي؟ جبنة، بيض خفيف، زبادي، فاكهة. بنتعشى عشا خفيف، عشا يا جماعة، يعني انا مش هعمل وليمة في العشاء. فالسوشيال ميديا والاعلانات الماركتينج لعب في دماغها وحسسها ان هي جعانة ولازم تاكل فراخ مشوية. انتوا متخيلين؟ ده مش بس كده، ده تعالى بقى المصيبة الأكبر، موضوع الفود بلوجر اللي نازل ده. باخش على فيديوهات واحد يخش مطعم، طبعا أنا عارفة إن الناس دي مدفوعة لها، يخش المطعم ويقول لك أنت لو ما جربتش الأكلة دي أنت فاتك نص عمرك، ويقعد بقى وهو بياكل يقول لك قد إيه طعمها جميل وقد إيه هي جوسي وقد إيه مش عارفة إيه. طيب، أنا سمعت إن في إحدى الأكل أو السندوتشات لإحدى المطاعم اللي اتعمل لها ريفيو من فود بلوجر، الساندوتش ده بيجيب أزمة قلبية. أنا مش هقول اسم الساندوتش طبعا ولا اسم المطعم، بس كل ده مش حقيقي. انتوا متخيلين الناس دي بيدفع لها عشان تلعب في دماغك وتحسسك ان انت جعان، ان انت لو ما اكلتش الاكله دي ياه ده انت هتفوتك نص عمرك. مع اننا لو بصينا للموضوع نظره عقليه هنلاقي ان الاكل ده اولا مكلف جدا.
انا عشان اجيب النهارده فرخه مشويه ممكن اعدي 300 جنيه، عشان اجيب بالفاست فود الوجبات اللي نازله نفس الرينج. آه، اصلا انا في الطبيعي مش قادر اكفي بيتي اكل فراخ ولحمه كل يوم، يعني خلينا واقعيين. فتيجي تقول لي وتلعب في دماغي وتقول لي كل وجبه ولا هات مش عارفه ايه، اكل من بره. لا، دي ناس بتلعب في دماغنا يا جماعه، بتعمل لنا غسيل مخ بس عشان مصلحتهم. احنا نخاف على صحتنا، لان الاكل ده مضر صحيا. بص لها يعني بفكره ان هو صحي. هل الاكل ده مفيد؟ باشا هاته. لكن لو الاكل ده مضر، اقطع. بجانب ان الظروف الاقتصاديه ما تسمحش بان انا اكل لحمه وفراخ كل يوم. ده يعني حتى البقوليات، انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. فبالراحه، بالراحه عليك انت، على نفسك. مش كل ما تشوف حاجه، اه ده انا نفسي اكل مش عارفه حته لحمه مش عارفه برز مش عارفه بايه. بالراحه. هل انت صحيا واقتصاديا وماديا هتقدر؟ هما بيعملوا لك غسيل مخ عشان مصلحتهم، مش عشان احنا. ده محدش بيخاف عليك على فكرة. بص للأكل بيتعمل ازاي وبيتجاب منين، بص على المنظر، ما بيتخافش عليك بشلم. فبالراحة كده، بلاش نخلي السوشيال ميديا تحسسنا ان احنا محتاجين. في نقطة تانية مهمة، نقطة الأطفال. الأطفال أسهل تارجت يتعمل لهم غسيل مخ، عشان هما زي السفنجة، بيمتصوا الحاجة بسرعة وبتسيب أثر فيهم. بص حواليك كده، الولاد بقيت تحس إن هي أكبر من سنها. الولاد عايزة بلاي ستيشن، عايزة تخش نادي مش عارفة ايه، عايزة تجيب جانك فود، تلبس مش عارفة ايه، بابا جابلي، ماما عملت لي، انا عايز انا عايز انا عايز. ودايما مهما جبت لهم هما مش حاسين بالسعادة، لان السوشيال ميديا والاعلانات عطتهم ايحاء ان الحاجات دي هتبسطهم. بس بالعكس، الحاجات دي مش بتبسطهم. احنا زمان كنا بننزل نلعب مع بعض كصحاب في مكان، في الشارع، في بيت اهالينا، في بيت صحابنا، كنا مبسوطين. لا لعب ولا بلاي ستيشن ولا موبايلات ولا بنخش نوادي والكلام ده. ففكرة ان السوشيال ميديا تديهم احساس ان هم عندهم حاجات لو اخدوها هم هيتبسطوا، ده مش حقيقي. لو لاحظتوا ان انتوا مهما عملت لهم هم مش مبسوطين، لان السعادة الحقيقية مش في الحاجات اللي احنا بنجيبها لهم. هم مش فاهمين معنى السعادة، هو اللي بيربيهم دلوقتي بجد السوشيال ميديا. فعشان كده خلي بالك من طفلك او من ابنك اللي معاك، ابعدوا شوية عن السوشيال ميديا، ابعدوا كتير. خليه يشوف الحقيقة بعينه مش بشاشة، خليه يشوف الدنيا ماشية ازاي. بلاش يضحك عليه ويتقاله ان انت عندك نواقص، عندك احتياجات، ان انت مش هتبقى مبسوط لو الحاجات دي مش عندك. لا، لازم نفهمهم ان السعادة في الحياة. يعني هديكم مثل، دلوقتي انا بلاحظ معظم الاهالي بتاخد عيالهم يطلعوا مطاعم وياكلوا وجبات، العيال برضو بترجع مش مبسوطة. احنا زمان كانت اهالينا بتعمل ايه؟ كانوا يعملوا لنا سندوتشات ونطلع على البحر او على النيل ونقعد، ودي كانت بالنسبة لنا من اجمل الفسح. او ياخدنا في جنينة نروح نقعد نلعب. ففي ظل الوضع الاقتصادي، وانا مهتمية جدا ان انا ادخل السوشيال ميديا والوضع الاقتصادي، الوضع الاقتصادي ما يسمحش بكل الرفاهيات اللي ملهاش لازمة. معلش انا اسفة، في رفاهيات بجد بتحصل ملهاش لازمة. فالرفاهيات دي ملهاش لازمة. انا ممكن اتفسح، هخترع فسحة جديدة، هروح اتمشى على البحر، هروح اجري، العب مع عيالي، نلعب مع بعض، ان شاء الله نجيب كوتشينة ونلعب، دي هتبسطنا. لكن هو احنا لو ما رحناش المطعم وقعدنا ورحنا كيدز اريا يبقى احنا كده مش مبسوطين؟ ده كل ده مش حقيقي. يا جماعة بصوا لظروفنا الاقتصادية، حتى لو انا هقدر، ده ما بيبسطش. دي كل دي عشان يروجوا لحاجاتهم، عشان يكسبوا من ورانا، مش عشان احنا محتاجينها.
بلاش تزيفوا الواقع، الواقع بسيط، الحياة بسيطة، احنا اللي مكلكعينها بسبب السوشيال ميديا، وبص فلان عمل ايه وبص علان عمل ايه. لا، وفهموا عيالكم ان السعادة ما تكمنش في الفسحة الفلانية او في اللعبة الفلانية. خليهم يشوفوا الحياة بعينيهم مش بالشاشات. اهتموا بالنقطة دي كويس جدا. زي برضو طالع فكرة السفر، الفسح. طبعا أنا بعشق السفر، يعني أنا شخصيا بحب السفر، ولو ظروفي الاقتصادية والمادية تسمح أنا هسافر كل شوية. بس طالع دلوقتي ترند، احنا لازم نقضي الشتاء في الأقصر وأسوان، والصيف في الغردقة وشرم، دي للطبقات الغلبانة. الطبقات التانية طبعا ايه، أوروبا وأمريكا. طب يا جماعة احنا كنا آخرنا بنروح بلطيم، بلطيم دي كانت بالنسبة لنا شرم الشيخ. ايه بقى فكرة ان انا لازم اصيف في الشتاء، سوري، اصيف في الصيف واشتي في الشتاء واروح اتفسح مش عارفه فين؟ لا، نفوق لنفسنا شويه يا جماعه، عيشوا الواقع. السوشيال ميديا بيدفع لها عشان تلعب في دماغنا. انا الموضوع ده مضايقني جدا، لان انا شايفه ان في ناس حياتها بتتخرب، سواء حياتها الزوجيه او مع عيالهم او مستقبل شباب، بس عشان هم بيشوفوا حاجات وهم مش قادرين يعملوها، وكل ده فيك. ما نكرش ان في حاجات احنا محتاجينها، اه، في حاجات فعلا محتاجينها، بس انت قبل ما تفكر في الحاجات دي اسأل نفسك السؤال ده: هل انا فعلا محتاج كل اللي موجود ده، اللي هو الحاجات اللي بتقولها السوشيال ميديا، ولا لا؟ بعقل كده وبرزانة، هل انا محتاج ولا لا؟ ده واحد بيعرض منتجه وبيحسسك ان المنتج بتاعه ضروري ليك. هل انا فعلا محتاج المنتج؟ زي أزمة السكر، معلش يعني أنا كنت حابة أتكلم فيها. أزمة السكر، ناس كتير قوي شايفة إن السكر مهم، وشايفة الناس بتدور على السكر بطريقة غريبة كأنهم مدمنين. هو أولا أنا أعترف إن في أزمة وأنتوا ما ذنبكمش فيها حاجة، ماشي. هل السكر من غيره هنموت؟ يا جماعة ده سم، سم أبيض. يعني دي فرصة جميلة، يعني أنا شايفاها طبعا وليكوا كل الاحترام في رأيكم، فرصة جميلة إن احنا نقطع السم ده، السكر، ونقلل منه. أنا شخصيا ما بحط السكر، أنا مش حاسة بالأزمة عشان انا ما بستخدمش السكر، فبالنسبه لي ولا ليه اي لازمه. فاتعودوا تعملوا ثقافه الاستغناء عن الحاجات اللي بتضرنا. اه، في حاجات ضروريه ومهمه ولا لازم معاك، بس بلاش نمشي ورا التيار، بلاش نمشي ورا القطيع ان ده احنا محتاجينه. احنا محتاجين نفهم نقطه واحده بس، ان الشبع الحقيقي هو مش اكل وشرب. الشبع الحقيقي ان انا ابقى راضي، شاكر. السعاده بالحاجات البسيطه. أهالينا زمان لو بصينا على حياتهم كانوا أقل حاجة بتبسطهم، النهاردة مهما عملنا مش بننبسط. السوشيال ميديا بتعمل لنا غسيل مخ، وبتجيب لنا ضغط عصبي، وبتجيب لنا مشاكل نفسية، لأن أنا دايما حاسس بالاحتياج، دايما حاسس إن دي نقصاني، دايما حاسس إن أنا من غيرها هضيع. لا، جرب تبعد عنها، جرب تشوف الحاجات دي. لو أنا بعدت هل فعلا ممكن أموت، ولا ده كلام عشان يلعبوا في دماغنا؟ فكر كويس قوي قبل ما تاخد أي حاجة، قرار نتيجة السوشيال ميديا. هل القرار ده فعلا لمصلحتي ولا لمصلحتهم؟